كان في معركة عنيفة بين الدببة والتيران في عز ما إسرائيل بتضرب إيران. الدببة والتيران يمثلون البائعين والمشتريين في التحليل الفني. أراجع معاك كده، إحنا يوم الخميس 5 يونيو وصلنا إلى منطقة 3403، ودي كانت أعلى منطقة وصل لها الذهب الأسبوع اللي فات. هنا كان التحليل الفني بيقول إن التيران أو المشترين آخرهم 3403. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هييجوا عند منطقة المقاومة 3403 والدببة هينزلوا السعر بعد كده. وده اللي حصل من يوم الخميس 5 يونيو حتى يوم الجمعة 6 يونيو، إن إحنا وصلنا ل 3403 والدببة أو البائعين نزلوا السعر يوم الجمعة عند الإغلاق إلى 3310، يعني نزلنا حوالي 1000 نقطة أو $100، وقفلنا يوم الجمعة 6 يونيو على كده. أنا هنا راجل بتكلم بقول إن اللي حصل يوم الجمعة من إن ترامب قال إن إحنا خلاص هنتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، التحليل الفني بيقول لك ده بيسرع هبوط الذهب إلى ال 3310. جينا يوم الاثنين الدببة والتيران كملوا المعركة، وصلنا إلى 3350 ووصلنا إلى 3360، وبعد كده بدأت تتكون أشكال، وبدأ التحليل الفني من يوم الاثنين أو الثلاث قال لك عندنا مناطق مقاومة عنيفة عند ال 3377 3405 3435. قال لك في حال عدم نجاح السعر في اختراق المناطق دي هنكمل نزول لتحت. ده اللي كان بيقوله التحليل الفني يوم الاثنين بالليل ويوم الثلاث الصبح. فعلا وصلنا يوم الاربع الى 3377، وبدأنا يوم الخميس وبدأت تطلع الأخبار بتاعة حرب إسرائيل وإيران. التحليل الفني يقول لك أنا ماليش دعوة بالأخبار، الأخبار لو حصلت هتسرع السلوك ده. وجاي يوم الخميس الصبح قال لك شمعة المشتري قوية أو شمعة الطور قوية، وخلاص فعلا الطور هيجتاز منطقة ال 3377 وهيوصل لل 3405 ولل 3435. وده اللي حصل فجر الجمعة مع ضرب إسرائيل لإيران، وصلنا إلى 3445، نفس المناطق اللي كان متنبئ بيها التحليل الفني إن التيران فعلا هتوصل لها أو المشترين هيوصلوا لها. وصلنا للمنطقة 3445 فجر الجمعة مع أول الضرب بتاع إسرائيل وإيران. هنا التحليل الفني برضه بيقول لك أنا ماليش دعوة بكل ده، أنا ماليش دعوة بموضوع إسرائيل وإيران. إزاي يا عم؟ ده اسمه تحليل أساسي. قال لك التحليل الأساسي يسرع صعود التيران إلى قمة ال 3445. قلت له وبعدين يا عم التحليل الفني؟ قال لي دلوقتي في مقاومة عنيفة ومعركة ضارية بين البائعين اللي هم الدببة والتيران، وفي الغالب هيقدروا ينزلوا السعر شوية على مدار اليوم،